هي أول مرة بنفطر برمضان على أكل فلسطيني، وبهالفيديو رح أحكي لكم التجربة كلها. كملوا للأخير لأن في شي مهم بدي أقوله. أول شي بدأنا بالتمر، وأخذنا بعده مباشرة شوربة العدس اللي بنحط لها خبز مقلي وعصرة ليمون وبنقول بسم الله. كان ظاهر فيها طعم الكركم والكمون، وهالشي بنحبه نحن الشوام، فلقيتها كتير طيبة. أما بالمقبلات فأخذنا صحن حمص مسبحة، واللي بميزه هو زيت الزيتون الفلسطيني الأصلي وطعم اللحموضة الخفيف والثوم. أما الزعتر الفلسطيني فلما ينعمل مع الزيت الفلسطيني الأصلي ما في داعي أخبركم عن روعة طعمه. وهلأ بنوصل للطبق الرئيسي، لكن ما بننسى المشروبات اللي كانت كركديه وفلسطين كولا، الكولا اللي صارت أساسية بأوروبا وأخذناها زيرو مشان الرجيم. الطبق الرئيسي بهالمطعم اسمه طبق مقاومة، أخذنا 2 قدرة ومسخن. المسخن هو طبق فلسطيني مشهور جدا، بيجي على خبز الطابون المغطى بالبصل المكرمل والسماء الحامض، وفوقه فخذ دجاج مشوي بزيت الزيتون ومزين باللوز المحمص. أما القدرة فهو طبق فلسطيني أصله من مدينة الخليل، عبارة عن رز مع بهارات مع حمص حب وقطع من صدر الدجاج، وبالنهاية الختام أكيد مع الكنافة الفلسطينية اللي بتتميز شوي بلونها وكتير بطعمها، مع كاسة شاي وميرمية اللي جرم الاحتلال قطفها في بعض المناطق ب 2005. هذا الفطور فلسطيني أصلي، وهذا أحد الأهداف اللي عم يشتغل عليها هالمطعم، مقاومة ثقافية ضد سرقة تراث وثقافة هالبلد اللي عم تصير للأسف كتير. وللأسف كمان مو هاد أبدا إفطار كل الفلسطينيين، خاصة أهلنا بغزة اللي عم يتعرضوا من أكثر من سنة لكافة أشكال الحصار والقتل والدمار. المحتل معروف وما حدا لهلأ قدر يوقفه. حاول تلاقي منظمة أو جمعية عم تقدر تساعد أهلنا لإنشرها، لكن يبدو الأمر كتير صعب. إذا بتعرفوا يا ريت تضيفوا بالتعليقات. وبيقول الحديث الشريف: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لهيك أقل شيء ممكن نعمله هو أنه ندعي لهم بهالأيام الفضيلة.